السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وصفتنا النهاردة هي السينابون او السينامون. وصفة هشة وقطنية، عجينتها تحفة. لازم تجربوا الوصفة دي، والمقادير هتلاقوها موجودة في نهاية الفيديو. تابعوا الفيديو للنهاية. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، عندي كوباية من اللبن الدافي، عليهم معلقة صغيرة من الملح، كيس من الخميرة الجافة، 3 معالق كبيرة من السكر العادي، عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، فنجان من الزيت وبيضتين بحرارة الغرفة، وعندي ربع كوباية من المية. هخلط كل المواد الجافة دي مع بعض واقلبهم كويس، وبعد كده هنزل بالمواد السايلة. هننزل بالمواد السايلة كده على الدقيق ونقلبهم كويس. العجينة بتاعت النهاردة ليها تكنيك معين لازم نمشي عليه علشان تطلع معاكي عجينة هشة وقطنية. العجينة دي ممكن تستخدميها لأي معجنات، ممكن دونت، ممكن بريوش، ممكن تستخدميها على عجينة البريوش، ممكن تستخدميها لأي معجنات انت حباها، خلية النحل، أي عجينة انت عايزاها ممكن تستخدميها فيها. بس أهم حاجة تابعي الفيديو للنهاية عشان تشوفي الخطوات دي. هنزل بالمية بالتدريج، أنا هنا احتجت ربع كوباية من المية بس. تمام، انزلي خطوة خطوة علشان العجينة ما تلزقش منك. والزيت انا هنزل بنص الكمية، يعني انا الزيت هنزل بيه بالتدريج، مش هنزل بيه مرة واحدة. هنزل جزء منه في بداية العجين، وبعد كده هبتدي انزل تدريجيا كده بيه شوية شوية. انا بلم بيه العجينة، لو تاخدوا بالكم انا بحاول الم العجينة بيه. في النهاية هتلاقي البولة كده ما فيهاش عجين، هتبقى كلها العجين اتلم مع بعضه. تمام. انا هنا العجينه حسيتها سايله شويه، ضفت لها معلقتين دقيق، علشان كده بقول الميه ننزل عليها بالتدريج. انا الميه زادت مني شويه. تمام، شايفين انا بحاول الم كل الجوانب علشان تطلع معايا عجينه ناجحه. الخطوه هنا اللي انا بقول عليها ان انا هريح العجينه 5 دقايق وهرجع اعجن مره تاني زي ما انتم شايفين كده. شايفين كده العجينة بقت مرنة معايا كده وسهلة. انا هنزل شوية بالزيت عشان ابتدي الم جوانب البولة من العجين. تمام، الخطوات دي مهمة جدا. اولا بتخلي العجينة مرنة معايا، تاني حاجة العجينة بتبقى هشة وطرية، لاني بالخطوة دي انا بدخلها هوا كتير، فده اللي هو بيخلي العجينة هشة وطرية، وبتحافظ على قوامها بتبقى ناعمة. الناس اللي هي بتشتكي من العجن كتير او ان هي مش عندها عجان، لو اتبعتي الخطوات دي انتي اصلا مش هتحتاجي العجان، وكمان مش هتجهدي نفسك في العجين. يعني انا مش هفضل 10 دقايق متواصلين وانا بعجن، لا انا 5 دقايق بريح العجينة وارجع اعجن فيها خطوة تاني. الخطوات دي بصوا كده العجينة طرية وناعمة، وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايدي. يعني شايفين هي طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق. تمام، انا كده هرش عليها شوية زيت على وشها علشان وش العجين ما ينشفش. وبعد كده هغطيها بكيس بلاستيك، او ممكن تغطيها بالستريتش راب، وتسيبيها تتخمر حسب حرارة الجو، بما اننا خلاص الدنيا صيفت. يعني ما اخدتش نص ساعة وكانت اختمرت. تمام، تعالوا نحضر خليط السينابون. عندي 4 مكعبات من الزبدة، فنجان من السكر، معلقة كبيرة من الكاكاو، معلقة كبيرة من القرفة. لعشاق القرفة انتوا ممكن تخلوا الكمية كلها قرفة بس، اما انا مش بحب القرفة يعني، فضفت لها الكاكاو. وممكن تخلي كمان لو مش بتحبي القرفة خالص ممكن تحطيها كلها كاكاو. تمام، عندي الزبدة هنا هسيحها علشان استخدمها للفرد. تمام، شايفين العجين بعد ما اختمر ما شاء الله اللهم بارك، العجينة هشة وطرية، واظن ان هي واضحة قدامكم في الفيديو. هنلم العجينة كده ونخرج منها الهواء. تمام، وبعد كده هنجيب المفرش السيليكون ده، انا هغلفه بالدقيق، وهقسم العجينة لاتنين متساويين قد بعض. لو عندك ميزان ممكن توزنيهم. تمام، بحيث يطلعوا قد بعض.
فانا هاخد واحده كده واغلفها بالدقيق علشان ما تلصقش معايا اثناء ما انا بلفها على شكل رول. تمام. هنفرد العجينه على شكل مستطيل علشان تساعدني ان انا الفها كويس. تمام. هنلف العجينه بالشكل ده بالنشابه، فرديها كويس على شكل مستطيل. حاولي تقلبي في العجينه كده وحاولي انتي تضبطيها بمعرفتك بقى. هقص الاطراف دي علشان يطلع معايا الشكل متساوي. طبعا الاطراف دي مش هتترمي، انا هلمها على العجينه التانية، هتطلع يعني حجمها اكبر شويه من دي لان انا ضفت عليها الزيادات دي. ممكن تستخدميها لوحدها على شكل كوره. هندهن هنا العجينه بالزبده، ممكن تستخدمي سمنه. على فكرة أنا جربتها برضو بالسمنة قبل كده، تحفة، بس هي الزبدة بتخليها طرية ومورقة. تمام. هغلفها كويس بالزبدة وبعد كده هرش عليها خليط القرفة والكاكاو. حاولي تخلي طرف مش مرشوش عليه علشان لما اجي اقفل العجينة اعرف اقفلها كويس بدون ان العجينة تتبهدل من القرفة. شايفين بالشكل ده انا سايبة طرف هنا مش موصله له الخليط. لفي رول رفيع وحاولي تلفي كله بقدر متساوي، لفيها كده بايديكي الاتنين. تمام. شايفين كده انا هنا الطرف ده هحاول اسويه ببعضه وهقفل العجينة علشان الخليط اللي فيها ما يخرجش منها. حاولي تقفلي كده كويس. وبعد كده هنجيب خيط. تمام. وابتدي اقطع العجينة. تمام. يا ريت تبقى كلها باحجام متساوية. تمام. خطوات تريح العجين يا جماعة انا عملتها على 3 مرات، يعني كل 5 دقايق على 15 دقيقة. 5 دقايق وريحت العجينة ومش بتاخد عجن كتير. الخطوات دي مهمة، بلاش تستهتروا بيها. عندي قالب مدهون بالزبدة هنزل فيه السينابون، لازم اغلفه من جميع الجوانب. تمام. وهسيبها اريحها حوالي نص ساعة كمان او على حسب حرارة الجو عندك، على حسب ما تلاقيها ارتفعت واختمرت. تمام. تعالوا نحضر صوص الكريمة بتاعت السينابون. هنعمل صوص اقتصادي جدا. عندي فنجان من اللبن، عليه فنجان من السكر، فنجان من الزيت، 3 معالق كبيرة من الكريم شانتيه بودر، معلقتين كبار من القشطة البلدي او القشطة العلب. انا هنا مستخدمة القشطة العلب. تمام. هنضرب كل المكونات دي. الزيت هنا انا نزلت بيه مرة واحدة، هو المفروض ان انتي تنزلي بيه سرسوب لغاية ما الخليط يتقل معاكي. ادي السينابون بعد ما اختمر. شايفين؟ هندخله على فرن مسخنة مسبقا على درجة 180 على الرف الأوسط. شايفين شكله ما شاء الله، اللهم بارك في الفرن ما شاء الله. ده بعد ما خرج من الفرن. هنسقيه بالخليط ده. الخليط ده عبارة عن فنجان من اللبن، عليه معلقة من الخليط اللي احنا حضرناه، وهنسقي بيه السينابون. تمام. شايفين بالشكل ده؟ ده بيخليه هش جدا وطري وجوسي، فالخطوة دي مهمة جدا. نحاول نحرك القالب كده علشان كل الخليط ده يتوزع على السينابون كله. تمام. نحاول نفضي من الخليط ده في فنجان او في طبق. تمام. ونرجع نسقي بيه تاني، ما نضيفش اي خليط تاني. يعني شايفين انا هصفي منه شوية وارجع الاماكن اللي هي ما توزعش فيها الخليط هرجع ارشها بنفس الكمية. هغطي السينابون هنا واسيبه يبرد تماما علشان ننزل عليه بالصوص بتاع الكريمة اللي احنا عملناه، لاني لو حطيناه وهو سخن الكريمة هتسيح وهيبان شكلها مش لطيف، فاحنا هنستنى علشان شكل الكريمة يبقى واضح معانا. تمام. وبعد كده هنزينه، هنحاول نملى كل السينابون بالكريمة. عندي هنا نوتيلا عملت بيها خطوط، لو عندك صوصات تانية ممكن تستخدميها. انا هنا استخدمت نوتيلا والصوص اللي احنا حضرناه مع بعض، واستخدمت صوص الكراميل. تمام. ادي صوص الكراميل احنا استخدمناه مع بعض. تمام. وزينيها باي مكسرات عندك، انا هنا استخدمت عين الجمل. تمام. ممكن تستخدمي اي مكسرات موجودة عندك. شايفين؟ اللهم بارك.
هشة وجوسي وطرية جدا. لازم تجربوا الوصفة دي. لو كنت وصلتي معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة إن ربنا ينصرهم نصرا تعجب منه أهل السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله.